واخيرا بنوصل للمعركة النهائية اللي مستنيينها من سنين علشان نشوف نهاية الشرير الأعظم في العالم ضد كل الأبطال الخارقين اللي قادرين يعملوا حاجة، علشان منها تظهر المهمة الأخيرة للبطل الأعظم. وده لأن بنشوف صدمة ميدوريا لما الأبطال اتجمعوا وهو مش مصدق اللي شايف قصاد عينه، وهم كلهم بيقولوا أيوة هم جمعوا كل اللي قادرين يتحركوا. سمعنا إن أيزا وسينسي جنة كوريجيري، فقلنا لازم نستغل الفرصة دي. إزاي نشوف صاحبنا وهو مكمل قتال بالشكل ده ونقف من غير ما نتحرك؟ فهنروح لأي مكان طول ما لسه فايقين. ومن الآخر يعني احنا ما جيناش كل دوت عشان نخسر في الآخر، فلو احنا ما قدرناش نصمد النهارده ليه من الأصل عايزين نبقى أبطال؟ وعشان كده احنا كلنا هنا. ولكن all for one بس ايه ده؟ ايه اللي قصادي ده؟ مجرد ناس قبيحة. حاسس اني كأني جزء من تمرة كان مفروض اتقطع حتت مع عقله. ولكن لما سمعت يوتشي وهو بيتهشم كأن كل ده اتحول لرماد. ما بقتش مهووس، ما عادش فيه هجوم يقدر يوصل لفجوة جوايا. وبكده تفاديت الضربة الخارق. دلوقتي فهمت يا ميدوريا ايزوكو، المأساة هي اللي بتخلي الشخص أقوى. مش موافق معايا ولا ايه؟ عم الخيط قال له لا، ما ظنش، انا ما عشتش حياة زي اللي انتوا عشتوها مليانة تقلبات، ولكن انا بحاول اتحسن علشان ما بقاش متاخر وراكم. وعلشان كده هو قصى اوقات صعبه وباين انه مستنزف، فاظن ان من الافضل ان المقاسي اصلا ما تقعش. وهنا على طول حواليه قام ظاهر تودروكي واندفار قام مولعين فيه مره واحده بانفجار كبير. هنا بنرجع لدقايق ورا، بنشوف ان لما اخدوا عيله اندفار قالوا خلاص هم دلوقتي راح يتعالجوا، لغايه لسه قادر على القتال يروح. يعني من الاول والاخر انت بطل رقم واحد، يعني حس على دمك شويه واعمل حاجه. ومن هنا هو وتودروكي قاموا رايحين مع بعض لان الناس لسه بتقاتل. وسط الانفجار ده قام شادد الاتنين مره واحده، قال زي ما قلت من الاحسن ان المقاسي ما تقعش. ده اللي جه في دماغي وانا شايف ان تودروكي بيحارب داوي. هنا مدرس الصوت قام داخل، خلاص كل اللي يقدر على القتال موجود هنا دلوقتي يا جدعان، النهارده نقطة التحول دي مهمتنا الكبرى الأخيرة. قام قايل إيه ده؟ أبطال جرحى؟ كل ده مش قادر أحس منهم بحاجة حتى. للأسف كلكم مجرد زبالة ما تجيش حاجة في أول مايت لوحده. لكن مع هجومه بدأ الناس تحاول إن هي تستخدم قدراتها كلها علشان توقف هجماته. قعدوا يقولوا هو سريع قوي لدرجة إن هو محتاج عشرات مننا عشان يوقفوا هجمة واحدة منه. لازم نقاتل ككتلة واحدة مع بعض. هنا ميدوريا باصص على كل اللي بيحصل ده ومعرفش ليه ايزا وسينسا ما بيوقفلوش قدراته المرة دي، ولكن قال بس انا لازم اخش لهناك. ولكن هو مش قادر يتحرك. قال لا بص انا رجعتك كام دقيقه لورا، غالبا قبل بس ما تفقد دراعك. الضرر اللي حصل لك من قتال شيجاراكي لسه موجود، وانا عارف انا ان ده كان غالبا صعب وطويل قوي انك تستحمله. قال له انا تخليت عن وان فور اول. قال له ايه ده؟ يعني ما عادش عندك دلوقتي قدرات؟ راحت؟ قال له لا، اللي قبلي هم اللي راحوا، ولكن لمده اظن ان لسه معايا الشعله نفس اللي كان عن اول مايت بالظبط. لسه فاضل جمره متبقيه ولغايه فاضل لي حاجه، فلازم اقضي على اول فور وان. قال له مدير استنى، انا معايا دواء ولبس ليك لازم تاخدهم. قال له من مين دول؟ قال له من الناس اللاجئين اللي قاعدين هناك، برعوا بيهم ليك. هنا خلاص لبس الهدوم وهو مستغرب، ياه اللبس الموحد. فجأة لقى ايوه قام ماسك ايده، قال له يلا بينا نجري، احنا محتاجين قوتك وانت محتاج قوتنا. هنا افتكر ان هو اللي كان بيعرض على اوياما ان هم ياخدوا بايد بعض، والكل بدأ يدفع ميدوريا لقدام علشان يتمم مهمته الاخيره. وسط ما كل الجمهور يقول له ايوه انت قدها، تقدر تنجح، يلا يا ديكو، يلا ميدوريا. كل العالم بقى بيشجعه، كل زمايله دلوقتي بقى بيدفعوا لي لقدام. ولكن بدأ هجوم اول فور وان الغشيم على كل حد، ولكنهم كلهم بيدافعوا عن نفسهم يقولوا اجري قدم لقدام. عايز احاول يخلي شراكهم ينقلوا لقدام، ولكن لأنه هو ثابت ما بيسمعش الأوامر المرة دي. هنا الكل بيحاول يهجم على أول فور وان، والهجمات طبعا ما بتنفعش قصاده. عايز قال كله يفتح الطريق لشيجاراكي دلوقتي ان يوموداريا يوصل له. قام قايل ايه ده؟ اطلاق العامل الشامل. الموضوع ملوش علاقة بقدرتكم، الفكرة انكم تخضعوا الكم الكبير من العوامل ده علشان تشغلوه. علشان كده ما تتوهموش ان العدد بتاعكم ده يدي افضليه. وقام هاجم هجوم كبير قوي على ميدوريا مباشره. قام البنت الخفيه قامت جايه على طول، قالت خلاص لو ده هجوم ضوئي انا اقدر اتولى امره، انت تقدم دلوقتي على طول. كله قعد يهاجم عليه ويفتح له الطريق علشان يقدر ان هو يمشي لقدام بشكل مباشر. قال ايه فاكرين نفسكم اذكياء؟ كمل الهجوم، ولكن
الكل بدأ ان هو يحميه. قال له لا ما تحاولش انت تدافع، جسمك متكسر، وفر قوتك، انت الوحيد القوي بما فيه الكفايه انك توصل له وتقدر عليه، احنا هناخد احنا امر الدفاع ويلا تقدم لقدام. قعدوا يشدوه وسط ما الكل بيشجع، كل اللي عنده اي قدره او اي صوت حتى قادر ان هو يطلعه بيقدر عليه، بيقدر يتعامل معاه حتى لو بسيط. قال ايه ده، كلهم بالنسبه لي زباله، هم ليه ما بيموتوش؟ اصلا مش قادرين يتحركوا. ولكن عينيهم، النظره اللي على عينيهم دي نفس اللي كان شافها على ميدوريا قبل كده. انا فهمت دلوقتي يا ميدوريا، فهمت يا ميدوريا. حتى مستر جنتلمان بقى هو كمان بيساعده. قال له ده ضعفك، وفعلا الكل بيشجعه، اللي بيتفرج في كل العالم بيشجعه. قال له فعلا ده ضعفك، ده الشيء اللي افتكر ليه اول مايت. ما انت كنت بتحارب اول مايت وهو في الاربعينات ولا في الخمسينات، وميدوريا عنده 15 سنه، عنده حق الصراحه، لو كان قبلك قدام شويه كان نفخ. قال له فعلا قوه الضعف دي مع انك بتكمل دايما لقدام ده اللي بيدفعهم. هنا انجنيم قام جاي شده على طول. قال له فعلا طول ما انت بتتقدم لقدام كلهم هيفضلوا زيك. ولكن لقى ان القدرات بدأت تخذله. هنا عند اول مايت جيش ستار قال ايه ده، مفروض ان كنا عاملين حسابنا ان احنا يا نموت يا ننتقم لستار، مقاعد الطوارئ دي كانت المفروض شغاله، ده كان من تدبيرك انت يا اول مايت صح؟ قال انا قلت ان العيال كلها اللي عايزينه يا اما يكسبوا بشكل مطلق يا اما هيخسروا، فمن الاحسن بالشكل المطلق ده ان نقلل الخسائر. قالوا له شوف مين بيتكلم بس اللي قلل الخسائر. قال لي ميدوريا في اليوم اياه انت جريت، وده اللي بدأ يحركني ساعتها. من اليوم ده كنت انت كل بيشجعه، الكل بياخد بايده، الكل في كل مكان حاطط امله عليه، حتى بتوع الافلام دخلوا في النص. انجنيم قام زقه قال له انا فاكر واحنا بنمشي في اليوم الاول في المدرسه، انا عرفت ساعتها اوراكا كانت تقصد ايه. هنا بنشوف ان اوراكا بيفرجوها على البث الاخير، وافتكرت ان هي قالت له ايه ده، ديكو بالنسبه لي هي الجمبري انك تقدر تنجح، فهي قالت له فعلا انك تقدر تنجح، ودي الجمله اللي الكل بيقولها له دلوقتي. هنا عند امريكا قال له ابعت كل الابطال دلوقتي هناك فورا. قال له ايوه بس لو اول فور وان كسب. قال له مش مهم، مين مهتم دلوقتي، دي فرصتنا، ابعت دلوقتي كل الابطال اللي هناك. هنا ميدوريا هو بيكمل جري قال له دلوقتي انا سامع صوت الكل، سامع صوت الكل بيشجعني ويقول لي اقدر انجح. بدا يجهز ان هو يهجم وسط زعيق الكل، وسط ما اول مايت بيقول من اليوم ده كنت انت بطلي الاعظم. لما يكون البطل العظيم هو ميدوريا نفسه، مثله الاعلى شايفه هو البطل. وهنا جت الصرخه الاخيره من ميدوريا وهي كمان بتشجعه. هنا بدأ القتال الأخير بعد ما وصل له أخيرا، قدر يتفادى كل الضربات وقام بالسماش، قدر أخيرا إن هو يضربه. هنا أول ما اتخبط قال إزاي غفلت عن الملاحظة ديت، التجدد مش هيمشي على الجسم البايظ بتاعي ده بسببه، لا كلهم كانوا سبب ورا المخطط ده كأفراد مستواهم مثير للشفقة. ولكن من قبل ما اخد بالي حتى اتجمعوا عليا وخدروني. لما يوتشي وحلفائه دخلوا ما أثرش على عقلي وبس، أثر على الجسم كمان. هنا بنفتكر كلام المايت وهو بيدرب ميدوريا لما قال له الجسم الغير مهيأ لما يستلم القدرة دي مش هيستحملها، ما يقدرش يورثها، بالعكس جسمه هينفجر. ميدوريا قال له عدى سنتين ولكن النسخة اللي معايا دي أقوى من الثامن، دي قوتنا احنا التسعة مع بعض. هنا جسمه بدأ يتدمر ويتفتت حتت، وخلاص نهاية الشيطان الأعظم ده. عملتها ميدوريا؟ لا لسه. قدر يمسك كل القدرات اللي عنده، قام عامل انفجار كبير مرة كمان. قال له لا لسه ما عملتش حاجة، ما حدش يقدر ياخد مني حاجة، أنا بس اللي حقق حلمي، مش هأرضخ لحد ومش هشارك حد حاجة، مفيش غير ملك شر واحد بس، هعيد بس القارة، اخد حامل تاني، اعمل نفس اللي عملته مع الغبي تومورا. وبما ان كمان ما عادش فيه اول فور وان الا معايا، وقصادها مفيش يويتشي، مفيش وان فور اول، اظن اي حد هيفي بالغرض ده او اي حد، هسرق تاني واعيد نفس القارة مجرد وعاء جديد. قال له بطل بقى، كفاية اول فور وان. هنا ايزو بيزعق، لقى ان صاحبه قام واقف. قال شوتا يامادا انا اسف، قام مختفي. المفروض امشي، المفروض احمي شيجاراكي. يخرب بيت كده، انا اللي جه في دماغي ساعتها ان هو بقى هيهربهم ونعيد تاني من الاول، وحوارات بقى نفس اللي كان بيحصل في الاجزاء الاولى. قام واقف قصاده قال لا لازم احمي شيجاراكي تومورا. قال ايوه
يخرب بيت كده، انا كنت عارف ان هو مهما طول في الاخر هيجي يساعد شيجاراكي. قال ارجوك رجع شيجاراكي، قول له ان صاحبه مستنيه. هنا فجأة على طول ظهر انفجار مرة واحدة، قام ظهر باكوجو حواليه، قام ماسك كروموجيري، قام بعده بعيد. الصوت قال له ايه ده باكوجو، انا افتكرتك اتنقلت للمستشفى، انت اتنقلت كل المنطقة دي بالانفجار؟ قال له ايوه، وتودوروكي عمل منصة تزلج ليا، اوعى تخليني اعديك يا ايزوكو. هنا خلاص ميدوريا قرب، قال له اول فور وان، انا عمري ما هغفر لك اللي انت عملته، ولكن ما اظنش برضو انك وحش ما يتفهمش، وده لان عواملنا كانت متوافقه. قال له بس كفايه. قال له انت مجرد شخص وحيد، انت لقيط. وفعلا افتكر كل ذكرياته القديمه، انه ما كانش عنده غير يويتشي، وهو اتجنن زياده لما راح منه. هنا بدا يسمع بوادر يويتشي. قال له ايه ده يويتشي انت موجود؟ قال له لا، هو عدل قوته ان يبقى فاضل في شويه بواقي لسه، فانا مجرد بواقي. قال له طب وريني وشك. قال له لا، انا مش اكتر من بقايا، هتلاشى وانت كمان هتتلاشى، دي مهمتنا الكامله دلوقتي. انا فعلا ما قدرتش اوديك للطريق الصح، وده كان الخلاص الاخير اللي ميدوريا وصل له واداهولنا. قال له لا طب وريني وشك. قال له لا. قال له لا يا عم مش هسمع بحاجه، انا فعلا بحبك، انا ولا حاجه من غيرك. قال له خلاص، وانت عملت كتير فعلا، دايما استغليت كل حاجه لمصلحتك، وجه الوقت انك تدفع الثمن. وهو ما ايقظنيش بس، هو ايقظ كل اللي فاتوا كمان. هنا لقى نفسه محاصر من الكل، بشجاراكي كمان معاهم. هنا الكل ساعده في الضربه الاخيره دي، وبدا يتلاشى تماما. هنا بقى ظاهر قصاده شجاراكي. قال له اظن انت كنت فاكر ان انا اتبلعت تماما في اخر مره، ولكن باين انك عملت كل حاجه عشان ما اروحش فيها. كان ميدوري عمل نفس الضربه دي من الاول وحافظ على قوته. قال فعلا جدتي كمان ساعدت. قال كل اللي عملته اني رجعت جسم من المعلم، ما قدرتش ادمر ولا شيء واحد. اظن في النهايه كان عندها حق بالنسبه لي، مجرد عيوطه، طفله عيوطه، ايديا ما قدرتش تدمر حاجه. قال له لا، انا ما اقدرش اسامحك على كل اللي انت عملته، عشان كده انا قتلتك. كنت عايز اوقفك، كنت عايز منك حتى توقف نفسك علشان توقف الحزن ده. قال له ميدوريا لو سبينر لسه عايش بلغه بده. شيجاراكي تومورا فضل يقاتل للتدمير لحد النفس الاخير. قال له حاضر، انت فعلا دمرت كتير. وقام قايل حاجه اخيره ما بنشوفش هي ايه، ولكن بنشوف التدمير الكبير ده. خلاص النور بيظهر، اول فور وان وشيجاراكي اخيرا بيتلاشوا، ما الكل بيبص على المهمة الأخيرة للبطل الأعظم في التاريخ. وبس بكده بتنتهي الحرب النهائية، وفاضل حاجات قليلة وينتهي الأنمي ككل. بس اللي عن الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تشتملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتستنونا في الحلقات الجاية، وسلام.